أبشع جريمة هزت الشرقية والمعنى الحقيقي لغدر القرايب وخيانة أقرب الناس. القرايب مش سند، والحقد وكره الخير بيجي من القريب قبل الغريب. في سنة 2020 بإحدى قرى محافظة الشرقية، أم بترجع من السوق وبمجرد دخولها البيت بتلاقي بنتها اللي عندها 18 سنة واسمها كاميليا مقتولة في الصالة بأكتر من 18 طعنة ووسط بركة من الدم، دم في كل مكان على الأرض والأنتريه والحيطان. الأم بتفضل تصرخ وتستنجد بالجيران اللي أول لما بيوصلوا وبيشوفوا كاميليا مقتولة بيتصلوا على رجال الشرطة، وبوصول رجال الشرطة والإسعاف ومن المعاينة المبدئية للجثة كان واضح ان طريقة القتل كلها انتقام وغل، وده لان طريقة القتل والطعنات كانت كلها في الرقبة مش الصدر ولا البطن. 18 طعنة كلهم في رقبتها، ده غير كمان ان اللي عمل كده حد معروف جدا لكاميليا، وده لان نوافذ البيت والشبابيك والابواب كلها سليمة ما فيهاش اي كسور، وده اللي بيأكد ان القاتل دخل من باب الشقة وكاميليا بنفسها اللي فتحت له الباب. وكمان كان عارف ان امها في الوقت ده مش موجودة في البيت، يعني كان مراقب حركات كاميليا، وكان هدفه من الاساس هو التخلص من كاميليا لان محتويات الشقة كلها سليمة مفيش اي مسروقات. الفلوس والذهب كانوا موجودين في دولاب الام، كمان كاميليا كانت لابسة حلق وسلسلة ذهب، وان القاتل ما سرقهمش. رجال الامن كمان استبعدوا ان القاتل كان هدفه الاعتداء على كاميليا لانها كانت بكامل ملابسها. بتحريات رجال الشرطة عن كاميليا فهي بنت عندها 18 سنة لسه مخلصة امتحانات الثانوية العامة بمجموع يدخلها كليات قمة، وكانت رغبتها انها تطلع دكتورة. بنت مجتهدة وطيبة جدا، ما عندهاش خلافات مع حد ولا ليها علاقات بحد، عايشة مع امها بعد وفاة الاب، وامها هي اللي بتعولها بعد وفاة الاب بقالها اكتر من 10 سنين. عايشين في بيت ورث ملك الجد كاميليا مكون من 3 طوابق، الدور الاول فاضي والدور الثاني عايشه فيه كاميليا وامها، اما الدور الثالث عايش فيه عم كاميليا واللي اسمه سيد متجوز وعنده ولد. بتحريات رجال الامن مع الجيران لو شافوا حد دخل البيت او خرج منه حد غريب، الجيران اكدوا انهم ما شافوش اي حد دخل او خرج من البيت، وكمان ما سمعوش اي صوت استغاثه من كاميليا مع حد. بتحريات رجال الشرطه مع الام قالت ان اليوم ده كان عادي جدا، هي نزلت الساعه 9 الصبح علشان تشتري طلبات من السوق، واليوم ده تحديدا من كل اسبوع متعوده انها تنزل تتسوق فيه. وقتها كاميليا كانت سايباها صاحيه، وبعد ما خلصت طلباتها رجعت للبيت بعد ساعه، فتحت باب الشقه بالمفتاح اللي معاها واتفاجئت ببنتها كاميليا مقتوله، وما لاحظتش اي حاجه غريبه في الشقه ومفيش اي بعثره في محتويات الشقه. رجال الشرطه سالوها لو بتتهم اي حد او شك في اي حد يكون هو اللي قتل بنتها كاميليا، لكنها ما تهمتش اي حد وقالت انها ما عندهاش اي خلافات مع حد. القضيه كانت صعبه جدا، خصوصا ان برفع البصمات ما كانش في اي بصمات غريبه داخل الشقه، بصمات الام وكاميليا وبس. ده غير كمان ان الشارع اللي فيه بيت كاميليا ما كانش فيه اي كاميرات توضح مين اللي دخل او خرج من البيت. بالتحقيق مع عم كاميليا اللي هو سيد، لانه كان الشخص الوحيد اللي في البيت وقت ارتكاب الجريمه، أكد وقتها إن مراته كانت غضبانة وإن هو كان نايم في الوقت ده وما سمعش أي صوت. بتبدأ الحكاية قبل كام سنة لما سيد وأبو كاميليا أخين ما فيش غيرهم، بعد وفاة الأب البيت بقى ملكهم هما الاتنين وكل واحد فيهم عارف نصيبه. وقتها سيد كان مسافر في أحد الدول العربية علشان يكون مستقبله ويتجوز البنت اللي بيحبها، وفي نفس الوقت أخوه كان متجوز ومخلف بنته الوحيدة اللي هي كاميليا. لكنه في الفترة الأخيرة جاله مرض ودخل المستشفى، وكلم أخوه سيد وقال له إن هو عارف إن هو هيموت، ووصيته له إن هو يخلي باله من بنته كاميليا لأنه بعد وفاته هيكون في مقام أبوها، وإن كاميليا ملهاش حد غيره، وقال له إن هو كتب نصيبه بيع وشراء لبنته كاميليا. وسيد أكد له إن كاميليا هتكون زي بنته وأكتر. وبعد وفاة الأب سيد انشغل في شغله وما بقاش يسأل على مرات أخوه ولا على بنت أخوه كاميليا لو محتاجين أي حاجة. وبمجرد نزوله لمصر سيد اتقدم واتجوز البنت اللي بيحبها واللي اسمها هدى، وبالفعل تم الزواج واتجوز في نصيبه الشقة اللي في الدور الثالث. ووقتها شرط على مراته اللي هي هدى ان هي ملهاش اي علاقة بمرات اخوه ولا ببنتها كاميليا، وان العلاقات تكون على قد السلامات وبس لانه مش عايز مشاكل معاها. وقتها سيد كان استقر في البلد واشترى عربية ميني باص وبقى يشتغل عليها سواق، وخلال ال3 سنين جواز كان خلف ابنه علي. لكن بسبب سهرات سيد الكتير مع أصحابه وكمان علاقاته النسائية الكتير كان دايما بيحصل خلافات بين سيد وهدى، وعلى أثرها هدى كانت بتاخد ابنها وتروح عند بيت أهلها علشان سيد يبطل سهراته بره البيت مع الستات. وبعد لما تقعد شوية سيد كان بيروح ويصالح مراته وكانت بترجع للبيت تاني. لكن في الفترة الأخيرة
هدى بدأت تلاحظ ان سيد على طول بيكلم واحدة ست معينة في التليفون، وبقى بيسهر بره البيت وما بيرجعش الا على اذان الفجر، وده اللي زود الخلافات بينهم. وقتها هدى صرحته انه لو ما بعدش عن الست اللي هو بيقابلها وبيكلمها دي هتطلب الطلاق، لكنها اتفاجئت ان سيد بيقول لها ان هو عايز يتجوز الست اللي بيكلمها دي، وانها تتقبل فكرة جوازه من واحدة تانية. لكن هدى رفضت وقالت له انها هتسيب له البيت. سيد وقتها قال لها ان هو هيتجوز ويجيب العروسه الجديده في شقه الزوجيه ويعيش فيها، وده طبعا لان ما كانش عنده اي مكان تاني علشان يتجوز فيه. هو واخوه كل واحد فيهم له شقه ملك، اما الدور الاول المفروض انهم ملك بالنص بينه وبين اخوه اللي مات، واللي بقى ملك كاميليا دلوقتي. في نفس الوقت هدى مرات سيد قالت له انها هتتطلق وهتاخد شقه الزوجيه وتعيش فيها هي وابنها لانها حاضنه، وانه لو عايز يتجوز يروح يتجوز بره. وبالفعل سابت له الشقه واخدت ابنها وغضبت عند اهلها على اساس ان جوزها هيتراجع عن موضوع الزوجه الجديده. لكن اللي حصل ان سيد كل ما مراته كانت بتغضب عند بيت اهلها وتسيب له الشقه كان بيجيب ستات جوه الشقه، وصوت ضحكاتهم كان عالي جدا، وبقت سمعته وسط القريه معروفه بسيد بتاع الستات. والجيران بقوا كل ما يشوفوا كاميليا وامها يقولوا لهم على ان سيد بيجيب ستات مش مظبوطه، وده طبعا كان بيضر بسمعتهم. ام كاميليا كانت دايما بترد على الجيران انها ملهاش دعوه بيه وكل واحد في حاله، بس الكلام ده كان بيضايق كاميليا جدا، خصوصا لما بدا زميلاتها في المدرسه يعايروها بعمها سيد بتاع الستات. وكلمت عمها اكتر من مره ان هو ما يجيبش ستات جوه البيت لان ده بيضر بسمعتهم، وكمان هي بقت كبيره ويعتبر على وش جواز، والكلام ده بيضر بسمعتها لانه عمها وفي مقام ابوها، وكمان ان البنات زمايلها وصحابها بقوا يعايروها بيه. لكن عمها ما اهتمش بكلامها، وكل مره يقول لكاميليا مالكيش دعوه خليكي في حالك. لكن الامر ده زاد جدا ايام امتحانات الثانويه العامه اللي قبل الواقعه بحوالي شهر ونص، لما مرات عمها كانت غضبانه وعمها سيد كل يوم والتاني يجيب ستات في الشقه، وصوت ضحكهم كان عالي جدا، ده غير كمان الاغاني اللي كانوا دايما بيشغلوها، وده اللي خلى كاميليا تفقد تركيزها من الصوت العالي والدوشه، واشتكت لامها، وكان دايما رد امها عليها ان بكره مرات عمها ترجع الشقه وعمها سيد يبطل اللي هو بيعمله. ويعدي الوقت لحد يوم الواقعه لما ام كاميليا خرجت من البيت علشان تروح تتسوق، ووقتها كاميليا كانت واقفه بتبص على امها من البلكونه لحد لما امها وصلت لاخر الشارع. في نفس اللحظه كاميليا اتفاجئت بست منقبه داخله البيت، ولما كاميليا فتحت باب الشقه لقت عمها واقف مستني الست المنقبه دي وبيشاور لها تطلع بسرعه، فكاميليا وقفت وزعقت له وقالت له انها مش هتسكت وهتفضح الست دي علشان ما تجيش البيت تاني. في نفس اللحظه الست المنقبه دي كانت خافت من صوت الزعيق لا تتفضح، علشان كده هربت من البيت. وقتها عم كاميليا اتضايق جدا منها وفضل يزعق لها، وكاميليا دخلت الباب وقفلت على نفسها. فعم كاميليا دخل الشقه عنده وجاب آلة حاده من المطبخ ونزل لكاميليا، ولما خبط عليها وهي فتحت له باب الشقه فضل يهددها ان هو هيقتلها لو اتدخلت في حياته تاني. ولما كاميليا قالت له انها مش هتسكت على اي حاجه غلط بيعملها بعد كده، عمها اتضايق جدا منها وطعنها بالآلة الحاده في رقبتها اكتر من 18 طعنه كلهم كانوا في رقبتها. وبعد لما خلص اخد الآلة الحاده وخرج، وبطرف رجله قفل باب الشقه وطلع على شقته من غير ما حد يشوفه. بتحريات رجال الامن بتوصل دايره المشتبه فيهم لعم كاميليا بسبب الخلافات اللي كانت بينه وبين كاميليا. في نفس الوقت بيطلع تقرير الطب الشرعي اللي بيظهر بعد السحاجات الموجوده تحت اظافر كاميليا، وباستدعاء سيد والتحقيق معاه بينكر الواقع تماما، لكن بمطابقه السحاجات اللي موجوده في ضوافر كاميليا بجلد عمها بيتم التطابق. ده غير كمان الخرابيش اللي رجال الامن بيكتشفوها على ايد عمها، وتحديدا من عند اكتافه واللي كان مغطيها بالقميص اللي هو لابسه. وبمواجهه سيد بالادله دي وبالضغط عليه بيعترف بالواقع بالكامل، وقال ان هو كان مستكتر على كاميليا انها تورث نص البيت باسمها لانها بنته كمان وحيده. ده غير كمان رفضها العلاقات النسائيه وموضوع الست المنقبه اللي جات له البيت وكاميليا طردتها. وبعد التحقيقات والمحاكمات تم الحكم عليه بالاعدام، وربنا يرحم كاميليا وحسبنا الله ونعم الوكيل.